إلى الشأن العربي مشاهدينا الكرام، نبدأ من منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودية، والتي استطاع فيها النجم الفرنسي كريم بنزيما في ظهوره الأول بقميص الهلال بعد أن قاد فريقه لتحقيق فوز كاسح على مضيفه الأخدود ب6 أهداف دون رد. سجل بنزيما 3 أهداف هاتريك في الدقائق 31 والدقيقة 60 و64، مؤكدا حضوره القوي إلى جانب صناعته 3 أهداف أخرى ليسهم بشكل مباشر في 6 أهداف كاملة. وشهد اللقاء تألق سالم الدوسري أيضا بتسجيله هدفين، فيما أحرز مالكوم هدفا بعد تمريرة حاسمة من بنزيما. وبهذا الانتصار حافظ الهلال على صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز 17. ابتداء من اليوم اجتمع